هلففك بورسعيد كلها في دقيقه واحده. كمل معايا الفيديو عشان اقول لك تعملها ازاي. لو عايز تسافر بورسعيد وتتبسط بجد وتخلصها كلها في يوم واحد، اسمع مني يا سيدي. اصحى بدري قوي عشان تلحق الباص بتاع 6 الصبح. هتلاقي نفسك في بورسعيد الساعه 10. تروح تجيب الفطار بتاعك واطلب بتاع برجر. ده اختراع بورسعيدي اصيل ومش هقول لك عليه عشان تجربه بنفسك. وخد الفطار بتاعك واطلع على النوادي اللي بتبص على القناه على طول في بور فؤاد. ويا جمال الفطار وانت باصص على البحر وبيعدي من قدامك السفن الضخمه جدا اللي مش هتشوفها في اي حته ثانيه تقريبا. خلص فطارك واطلع خد كوبايه القهوه بتاعتك في الكافيه اللي طلع في مسلسل فريندز بتاع سنترال بير، واللي برده موجود في بور فؤاد، وهتلاقي كمان زيه في بورسعيد. نخلص قهوتنا ونطلع نتمشى في المنطقه القديمه اللي كان عايش فيها المهندسين الاجانب اللي كانوا شغالين في قناه السويس. وهات شويه عيش وانت رايح ما بين اسيا لافريقيا لما تركب العباره اللي ما بين بور فؤاد وبورسعيد، وقطع العيش حتت صغيره وارمي لي النورس واتفرج على جمال المنظر. اول لما تنزل من العباره خش يمين وابدا اتفرج على المزارات اللي موجوده على الكورنيش كلها، مبنى سيمون ارزت وفنار بورسعيد ومبنى الجاليه الايطاليه وحديقه الحريه، وكمان اقفال الحب، واختمها بقاعده تمثال ديليسيب. بعدها جري على سوق السمك الجديد ونقي السمك اللي انت عايز تاكله بنفسك، وخلي اي مطعم من المطاعم الموجوده هناك جوه السوق يسويهولك، بس استعجلهم عشان ممكن ينسوك وانت قاعد هناك اصلا. طبعا لسه فيك صحه، ضارب وجبه سمك متينه. هتاخد بعضك وتطلع على السوق القديم تجيب الشوكولاتات المستورده برخص التراب، بس خلي بالك من تاريخ الصلاحيه. هتخلص وتطلع على المتحف الحربي وتاكل بعدها كاسات. ويا سلام بقى لو لقيت حد لسه بيعمل سمنيه وتمريه خدهم معاك وانت مروح، هتدعي.